تنمية ملكة التواصل الاجتماعي لدى الأطفال من أكثر الأمور أهمية لدى الأمهات والآباء خلال فترة الطفولة للابن أو الابنة على حد السواء. أسئلة كثيرة تطرح في هذا الموضوع ستجيبنا عنها ضيفتنا أستاذة ريم صابون، الاستشارية النفسية والتربوية. يسعد أوقاتك دكتورة ريم. ما هي الأسس التي لابد أن تبنى عليها شخصية الطفل لكي تؤهل هذا الطفل أن يكون طيعا لصقل مهاراته في التواصل الاجتماعي دكتورة؟ نعم، يسعد لي اوقاتك عزيزتي وجميع المستمعين. قضية التواصل الاجتماعي لما بنحكي عنها يبقى نحن عم نحكي عن وسيلة التواصل بين البشر بطبيعة الحال، والتي هي اللغة والكلام في الدور الأول، طبعا في المقام الأول، لأنه في وسائل تانية كتير. بس بالمرحلة الأولى وبالدرجة الأولى كل ما نحن كنا مشتغلين على مهارات اللغوية عند الأطفال، كل ما كانت مهاراتهم الاجتماعية في التواصل مع الآخرين أعلى وأفضل. يعني هذا الشيء بيبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، مش إنه أنا بتجاوز مرحلة الطفولة المبكرة بوصل عند المراهقة بعدين بقول ليش طفلي ما عم يعرف يتواصل مع الآخر اجتماعيا، ليش ما عم يعرف يكون علاقات، ليش ما عم يعرف يكون صداقات. إذا هون بدي أنظر لأول عامل ومكون أساسي في التواصل وهو اللغة والكلام. طيب كيف بقدر أعزز التواصل والكلام مبكرا عند الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة؟ هون بدي ارجع كثير لمرحله كثير باكره، يعني حتى من عمر الاشهر. بجوز نستغرب يعني كيف انا ممكن يعني اعزز الكلام عن طفلي وهو لساته اشهر او رضيع. الحقيقه انه التواصل بالكلام يبدا فعليا من هذا العمر، يعني ان انا اخاطبه واحكي معه واجري حوار واوصف له احداث اليوم. يعني مثلا نحن الان مثلا سنقوم بالاستحمام، حان وقت الطعام، هلا بدنا ناكل، هلا بدنا نلعب، هلا احنا رايحين مشوار. من هون بتتدرب الام نفسها بالمناسبه، يعني هو تدريب للام والاب يعني في آن معا على انهم يتواصلوا مع هذا الرضيع ويعتبروه كائن يسمع ويعقل ويخزن المعلومات. نعم، وهو بالفعل يقوم بتخزين تلك الكلمات وتلك المعلومات وتلك طبعا الأصوات لكي يستفيد منها فيما بعد. طيب دكتورة القراءة أو المطالعة تؤثر أيضا في تنمية هذه قدرة التواصل الاجتماعي بين الطفل ومحيطه كذلك؟ أكيد، أنا كنت لسه هقول إنه هي أحد الوسائل هو الحوار، والوسائل الأخرى هي الكتب والقراءة. وطبعا كمان نحن بنقول بمرحلة مبكرة، يعني في كتب لمرحلة الرضع الآن موجودة يعني في الأسواق. لمرحلة الطفولة المبكرة موجودة أيضا الكتب. يعني نحن بنبدأ بهاي العادة من الصغر، لأنه هي وسيلة حتساعدني كمان على إنشاء حوار مع طفلي، وأبدأ كمان أني أسري حصيلته اللغوية بأنه هو يتعلم المفردات اللي حوله في البيئة. بالإضافة كمان إلى قضية هامة جدا وهي التنغيم الصوتي والأداء الصوتي المناسب. تعليمه بعدين فيما بعد كل ما ارتفعنا بالمراحل العمرية لأكبر، تعليمه بعض المفردات التي تنم عن اللياقة الاجتماعية، مثل كلمة شكرا، من فضلك، لو سمحت، أنا آسف. كل مفردات ممكن يكتسبها الطفل من خلال الحديث معه ومن خلال النمذجة والحوار وأيضا التقليد. لكن خلينا ننبه على أمر خطير جدا اللي هو ممكن يوقف عندي أصلا هذا النمو، وهو التعرض المفرط للشاشات والتعرض المفرط للكرتون وأغاني الأطفال. لأنه هون بعض الأهالي أو الأمهات بتفكر أنه هذا الشيء عم بيساعد طفلي على أنه نمو حصيلته اللغوية. الحقيقة هو ممكن يفيد لكن قد يضر بكثير من الأحيان في الإفراط، لأنه هون الشاشة هي عبارة عن يعني الطفل بيتحول هون لمجرد متلقي ولا يرسل، مستقبل فقط لا يوجد إرسال. فهون أنا وقفت وعطلت الملكات اللغوية ومهارات التواصل. طيب كيف لابد على الأب أو الأم إنه يستخدم هذه الشاشات أو اللابتوب أو الآيباد أو غيرها بطريقة صحيحة بحيث أنه يحافظ على طريقة التواصل بين الطفل وبين محيطه، وأيضا أنه يخلي الطفل شوي يستفيد من بعض الأغاني الهادفة أو من بعض الكلمات اللي يعني بتعلمها بعض البرامج؟ تمام، حلو كتير السؤال. يعني نحن أول شيء نسعى للتقنين، بنحدد وقت معين ما بنزيد عنه، بنعطي نص ساعة لكل سنة عمرية.
وبعدين بنحضر معه الكرتون أو بنحضر معه المسلسل اللي هو عم بيشوفه، لحتى استغل هذه المادة المقدمة للطفل كوسيلة لحتى أجري معه حوار فيما بعد. يعني ممكن علق أنا وهو بعد ما يخلص الكرتون، مثلا شفت مثلا الدبدوب شو كان لابس، ماذا كان يفعل، طب أخبرني ما الذي حدث فيما بعد. هذا كله بيعلمه مهارات منطقية ومهارات، وبيزيد من حصيلته اللغوية. يعني استخدمها كأداة لكي أجري حوار وأعلق على ما شاهد الطفل. وكمان بالمناسبة إذا الطفل مثلا ما عم بيعرف ينطق كلمات، ما بصحح له، وإنما أعيد على سماعه الكلمة الصحيحة حتى يعيدها وراي مرة مع مرة مع مرة، حيقولها بشكل صحيح. إضافة طبعا إلى اللعب. بطبيعة الحال الأطفال يعني حياتهم هي اللعب، فمن خلال اللعب أستطيع أن أستغل هذه الفرصة كمان وأعلق وكأني معلق رياضي. يعني كيف المعلق الرياضي بيعلق على الحدث وبيوصفه، يعني الآن أحمد يلتقط الكرة، الآن يسدد ضربة قوية إلى المرمى، بالضبط نفس الأسلوب بعلق على أسلوب لعب طفلي. هو بهالحالة حيكتسب هاي المهارة، وصف الحدث. بستغل كمان فكرة اللعب بتعليمه منطق الربح والخسارة، لأنه هي كمان أحد المهارات الاجتماعية. لما هو بده يتواصل مع الآخر بده يتقبل فكرة الربح والخسارة مع الآخرين. كمان بده يعرف مشاعر الآخرين، فلازم كمان أنا أستغل هذه المواقف وأعلمه ما معنى حزن، ما معنى غضب، ما معنى فرح، كيف أقرأ الوجوه، كيف أفهم التعبيرات الجسدية ولغة الجسد، لأنه هي كمان نوع من أنواع التواصل مش بس اللغة. نحن مش بنتواصل بس لغويا، يعني بالمناسبة نحن بنستخدم إشارة، أكيد بنستخدم لغة جسد، وبنستخدم نبرة صوت، وبنستخدم أدوات كثيرة زي مثلا القراءة، الكتابة. كلها هي وسائل تواصل تعزز النمو الاجتماعي عند الأطفال. جميل كثير جدا. أحيانا بيجينا شكاوي الطفل لا يستطيع إقامة علاقات اجتماعية، لا يستطيع أن يتواصل مع الآخر. وهذا دكتورة ريم، هذا كان سؤالي الأخير علشان يعني نختم هذا الموضوع. في حال كان طفلي خجول ولديه هروب من التواصل مع الآخرين، هنا ما الحل؟ طيب، أول شيء أنظر للأسباب. يعني هل أنا فعلا تأخرت في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لديه، أم أنها نوع من طباع الشخصية؟ يعني في أطفال خجولين بطبيعتهم، فما بقدر أنا كثير يعني إني أنا أفرض عليه أسلوب معين أو طبع معين، لكن أستطيع أن أنمي المهارات وأن أكسر لديه حاجز الخوف والخجل، بحيث أني أنا أبدأ مع صديق واحد فقط، أجري معه حوار أنا شخصيا، أشوف هل هو عنده تلعثم في الكلام، هل عنده تأتأة اللي هي أمراض الكلام اللي أصلا بتسبب له حاجز اجتماعي من التواصل مع الآخرين. هل هنالك أمر آخر يسبب له هذا الحاجز؟ هل تعرض هذا الطفل لعزلة؟ بالمناسبة العزلة اللي فرضت بسبب الكوفيد 19 أثرت على الأطفال جدا، وأنا شفت كثير أطفال أثرت على مهاراتهم الاجتماعية بسبب العزلة داخل المنزل. هم مش شايفين غير بابا وماما، وإذا كان في بالبيت إخوات، إذا ما في وكان طفل وحيد فغالبا تتأثر مهاراته الاجتماعية. فأحاول إني كمان أشوف الأقرباء والجيران وأدمج هذا الطفل في المجتمع، بحيث إن أنا أكتشف ما هو العائق الذي يمنعه من التواصل مع الآخر. هل هنالك ضعف في الحصيلة اللغوية؟ بالمناسبة ضعف الحصيلة اللغوية كتير بيأثر كمان على عدم قدرة الطفل على فهم الآخر. قراءة تعبيرات الوجوه، قراءة المشاعر، التعبير عن نفسه هو شخصيا، هل هو فهمان ذاته ولا لا. كلها أمور تساعدني على أن يكسر هذا الطفل حاجز الخوف والعزلة، وأن يبدأ طبعا تدريجيا. وأنا أشدد لأنه نحن ما بدنا نضغط على الطفل ولا حتى نسبب له أزمة. بدنا نعرف شو الأسباب ونسعى إلى حلولها. ودائما يعني لابد على الأم أو الأب أنهم يكونوا الصديق الأول لهذا الطفل علشان يتمكن من تنمية هذه المهارات. شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزة دكتورة ريم صابوني، الاستشارية النفسية والتربوية، ويعطيك ألف عافية.